اللي لقيته في الطريق ترحيه. آفة اللسان. شوف نقول لك الصلاة تقدر تصلي، والله غير تقدر تصلي. وجاي رمضان الحمد لله أمتنا ما شاء الله في هذا الباب الصيام حاجة مقدسة، لكن وراه التراس الراجل الزين اللي يقدر يمسك لسانه. إلا بغيت نبقاو خاوة نبدلوا الموضوع ولا نروح؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم قال له سفيان بن عبد الله، قال له يا رسول الله حبيت كلمة في الإسلام نعمل بها ونسوي بها حوالي. قال له قل آمنت بالله ثم استقم. قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، الحاجة اللي تخاف علي في الدنيا هذه. سيدنا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة خرج هذا اللسان الشريف عليه الصلاة والسلام وحكم النبي لسانه، قال له هذا اللي يخاف عليك، اللسان. العين الذنب نتاعها واش هو؟ ممتاز. النظر، عقبة امرأة إنسان ما حكمش نفسه شاف فيها عنده سيئة، هذه الآفة نتاعها واش هو؟ تسمع كلمة منا بصح هذا واش هي آفاته؟ وزين تاع الرحى. وعلى تعرفوا علاش قلت لكم وزين تاع الرحى؟ قال له إلا على حصائد ألسنتهم، راهي تحصد في أعراض الناس. الوالد نتاعي ربي يرحمه ويرحم موتى المسلمين قال لي يا رشيد يا ابني، الراجل التراس يقدر في طابلة في ميدة ياكل خبزة وياكل زوج خبزات وياكل طبسي ولا زوج تاع عدس، تراس، وما يقدرش يبلع كلمة واحدة. وصح. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان عند جبل الصفا، كان يمشي في الصفا ويقول له يا لساني، يهضر مع لسانه، قال له يا لساني قل خيرا تغنم، اسكت تسلم، من قبل ان تندم. هو كمل الكلام، جاه واحد قال له حبيت نسقسيه عاود واش قلت؟ عاود له الكلام. قال له هذا الكلام انت منين جبته؟ قال له راني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. أكثر الخطايا وين جايين؟ الغيبة بالعين ولا بالأذن؟ باش باللسان. والنميمة وشهادة الزور وسبان الله وسبان الدين وقذف المحصنات والكذب والافتراء وغير ذلك. بماذا؟ باللسان. ولذا عقبة بن عامر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال جيت خارج معه فابتدرته بالكلام، قلت يا رسول الله ما النجاة؟ الدنيا هذه وش سلاك فيها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة، قال له أمسك عليك لسانك يسعك بيتك أبكي على خطيئتك. تحوس السلاك، تحوس النجاة في الدنيا هذه، امسك لسانك. وإحنا كنا نسمع من أكابرنا في وقتنا يقولوا الفم المزموم ما تدخلوا ذبانة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اليوم الغيبة حاجة عادية. النميمة، سبان الدين، سبان الله، الكلام الفاحش. كاين واحد المثل نقوله لكم، تقول له واحد مسلم، تقول له الله يعزكم، تقول له واحد وذبح حلوف هنا خنزير، روح نجيبوا لك طرف. يقول لك واش الشيخ راجل داك تشوف فيه انا يهودي انا تقول لي تاكل خنزير؟ لا انت ماكش يهودي، ماكش عاد تعيس الله يبارك تراك هنا. علاه؟ الخنزير حرام وما أهل لغير الله حرام، الخنزير حرام. راه كاين البنكه هذه قالت نمد لكم مشروع بصح ندي منكم فوائد. يا شيخ رشيد انا تعلمت عن الوالديه وانا صغير باللي الربا حرام وانا ما ندناش الربا حرام، الخنزير حرام والربا حرام. الله يبارك، الله ان شاء الله حرام يا ربي.
وكي راك تاكل في لحم اخيك المسلم حلال. فالذي حرم علينا لحم الخنزير وحرم علينا اكل الربا هو الذي حرم علينا لحوم المسلمين، أكل لحوم المسلمين. ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. امسك لسانك، أمسك لسانك عن عورات الناس. كاين حديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن اتبع عورة مسلم اتبع الله عورته وأوشك الله أن يفضحه بين أهله. احنا حفظنا عند المشايخ الربا تاع الأموال، المعاملات الربوية. كاين واحد الربا أكبر من هذا الربا. يقول عليه الصلاة والسلام: أربى الربا، أي أعظمه وأكبره، أربى الربا عند الله استطالة الرجل في عرض أخيه. علاش راك تهدر عليه؟ هو راه غايب، وعلاش راك تذكر في عيوبه؟ وانت انسان مصلي وراك راح تصلي المغرب وراح توقف بين يدين ربي وراك تهدر عليه وتغتاب فيه. هل يجوز هذا؟ ولذا شوفوا حالتنا الآن حالة مزرية سافلة هابطة. علاش؟ لأن الآن ما قدرناش نمسكوا الألسنة نتاعنا عن الحرام. وقت ما حبينا نوضوا الموتور نوضوه ونقعدوا نحصد في أعراض الناس لا نتقي الله. وأنا قلت لكم حتى في الجامع يصلوا المغرب جماعة يروحوا، جماعة يقولوا ما نخرجوا، كي يقعدوا يصلوا هذيك الراتبة يهزوا المصحف يقروا شيء وبعدين يبداو يحكيوا. الحكاية الأولى يبداو يهضروا على البالو، سما رانا في سطاد هنا، ويقولوا شحال راهم دايرين، يقولوا دوك نقول لك الصغار راهم رابحين دوازيرو يا في الجامع. ومن بعد بالبالو يقول له والله ما بانش محمود. يقولوا انت تهضر على محمود، مازال شفته محمود كيفاه؟ يقولوا دير نطلعوه مدير عام، مازال يجي لك الجامع ويهضر معاك. وبعدين يبدا المنشار يخدم في اعراض الناس. والمساكن هذو المساكين راهم قاعدين في الجامع. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت أمنا عائشة، النبي كان يهضر على صفية بنت لحي، هي زوجته، كان يهضر عليها. قالت له عائشة صفية صفية صفية، قالت له حسبك من صفية، المرأة اللي تهضر عليها امرأة قصيرة وراك تقول صفية وهي قصيرة القامة، وشغل راهي تفتخر بنفسها. كلمة قصيرة القاف والصاد والياء والراء والتاء المربوطة هكذا يا جماعة، ياك راني غلط؟ أنا دوك نقول لك تقول لي ورا محمد، نقول لك شو محمد؟ تقول لي محمد القصير، عادي عندنا ياك. قال لا والله يا عائشة، يا جماعة الخير يرحم والديكم، أعطوني أسماعكم يرحم والديكم. قال يا عائشة والله العظيم ونفس محمد بيده، غير راكي قلتي كلمة لو كان اللحاف في البحر غير تتخلط بماء البحر كله. والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قصيرة، قلت قصيرة برك. واحد يقلقوا واحد عند العمارة يقول له روح يا وليد الحرام، نقولوا هذه الكلمة وهو وليد حرام، هو مش وليد حرام، هو ابن أبيه وأمه. الكلمة هذه عند الجزائريين تجري على ألسنتهم، لكن عند الله تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قل بلسانك هذا، قل به كلمة طيبة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قلنا كلمة حسنة جميلة. واحفظ عليك لسانك. قال عليه الصلاة والسلام الأذان زوج دقائق حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، كل يوم نصبح فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان تقول إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. كل يوم يطلع ربي فيه نهار الجوارح تاعنا هذه تهضر مع اللسان. واش تقولوا؟
تقول له احنا رانا بيك، اذا انت قديتها ومشيت على الصراط احنا معاك، واذا انت تعوجت احنا تعوجنا. اتق الله فينا فانما نحن بك، اذا استقمت استقمنا واذا اعوججت اعوججنا. قال له يا رسول الله ما اكثر ما يدخل الناس النار؟ قال له النبي هذا كي يقولوا كاين جنازه نروحوا للمقبره، نهضرلكم غير الامور اللي تعيشوها، ما خليكش تعيش الخيال، خليك تعيش مجتمع. قال كاين جنازه، صلينا، صلى الامام، مشينا دخلنا المقبره، والشيخ رشيد دير لنا الموعظه، يعني قدامك الموعظه، الدرس راه قدامك، هذا وليد حومتك البارح كان حي، اليوم راه ميت، هذه الموعظه. ومن بعد حبابنا في المقبره جماعه يجيب التليفون يقول له واش بعت ولا مازال؟ يقول له يا ودي راه جاب السلعه بصح قال لي الصوارد، يقول له ما كاش الصوارد، غدوه يجي يديهم. هذا في المقبره. وواحد اخر يقول له هذاك انا والله صاحبك هذاك ما عمرليش عيني، وصاحبك هذاك فيه وفيه، هما يدفنوا في الميت، اقسم بالله غير هما يدفنوا في الميت ويرميوا عليه التراب، وهما والحيين يغتابون بعضهم بعضا. وشفت انا واحد المشهد في البقيع. البقيع تعرف وين البقيع؟ مقبره في مدينه رسول الله قدام المسجد. والله غير شفت هذا يدفنوا في الميت. سامحني الطالب دقيقه بقى. يدفنوا في الميت جماعه، يدفنوا وزوج ولاده مطرفين لهيه يتضاربوا على الصندوق، على المفتاح نتاع الكفر عند منراه، وهما يدفنوا في باباهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يا إخوتي الكرام، يا أحبابي، يا إخوتي في الله عز وجل، نحن في صراع وفي جهاد مع هذه النفس. ورب يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهد نفسك باش يتربى اللسان، استعمله في ذكر الله. أما عورة الناس والحديث عن الناس وعيوب الناس وفلان وعلان، أنا لا يهمني الأمر. هكذا قولها له من الأخر، قل له أنا هذا الموضوع لا يهمني، ما يهمنيش، أنا مشغول. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله غير تذكرت الآن حديث قالوا الصحابة كان يقعد معهم النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، قالوا إنا كنا لنعد نحسب لرسول الله، هو قاعد معنا نحسب له في المجلس الواحد النبي يقول أستغفر الله وأتوب إليه شحال؟ 100 مرة. يا جماعة الخير، الرسول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه. وفي حديث قالوا نحسب له يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في مجلسه. يا جماعة الخير، هذا الرسول ويقول لربي هذا الكلام أستغفر الله وأتوب إليه. أنا وأنت ورانا وشكون أولى بالاستغفار والأحق بالاستغفار؟ من؟ أنا وأنت. نستغفر ربي على ذنوبنا وعلى معاصينا وش رانا درنا في حياتنا الدنيا. ولهذا في حديث عقبة بن عامر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك يسعك بيتك. قبل ما تشوف في عرورة الناس الإنسان يدنق لعرورته. قالوا وابكي على خطيئتك، ابكي على الذنوب والمعاصي اللي درت بينك وبين الله، والبشر لا يعلمونها ولكن الله يعلمها سبحانه تبارك وتعالى. احفظ لسانك. أي واحد يجي يقول لك انصحني، تحب النصيحة، احفظ لسانك. احفظ لسانك نصيحة، وهي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انت قاعد جابوا لك خبر، أنا خويا ما سمعتش ومانيش عارف بالموضوع هذا. إذا نقل لك الخبر ماشي ثم تولي كي السبع بن عدود تقول على بالي بيه يديرها